فنقول نداء استغاثة. البيوت حقنا والله قد هبطت داخل المجاري، البيوت هبطت في بالذات شارع التنمية هذا على مدى الساعة دائما انه مسدود. خدمات الصرف الصحي خرجت عن الجاهزية في عدد من أحياء مدينة الحديدة، ولم نعد نسمع سوى صرخات شكوى المواطنين في الأحياء جراء تدفق المجاري إلى منازلهم. ونحن لازلنا نعاني من ميكروبات وأمراض متفشية في الأسر والعزب ومضايقة السير. لم يتمكن التلاميذ من الذهاب إلى مدارسهم بعد أن حاصرت مياه المجاري منازلهم، بينما تكاثرت الأوبئة والروائح الكريهة وتزايد أعداد المرضى وحلت بالمواطنين ما أسموه بالكارثة. يعني بنات المدارس الشارع مقطوع لنا نروح على المدرسة نجمع شيمة، يعني يرجعوا إلى شارع المطار، والسبب أن الشارع مقطوع تماما. الطلاب مضطرين زيادة يتفالتوا بين المي ويتوسخوا ويرجعوا إلى بيوتهم ما عاد يروحوا المدارس. مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي عزا تدفق المجاري إلى الشوارع في بعض الأحياء إلى إضراب عمال الأجر اليومي التي تحاول إدارة المؤسسة معالجة مشكلاتهم، مما أدى إلى شل عمليات شفط المجاري الطافحة، بينما يقول الموظفون إن تدهورا يطال البنية التحتية للمؤسسة. نعم المجاري نصفي محطات نصفي براميل نشتغل بالكماشة ولا نحصل حقوقنا، معنا صور معنا دليل ما يثبت ولا نحصل أي حقوق، والمقنع لما نطالب حقوقنا يطرحون غرماء عندهم ويهددوا احنا واحنا عمال نزول ما احنا اشتراطير عندهم نطالب دعم بصرف جميع مستحقاتنا. عمال الأجر اليومي تحدثوا عن فساد الإدارات الفنية والمالية والإدارية وتعرض حقوقهم للنهب بصورة لم يسبق لها مثيل، مطالبين بالتحقيق الفوري في تدهور خدمات الصرف الصحي. 6 أيام غلقت المؤسسة لم يجي الوزير، طالبنا من الوزير حضور الوزير لهنا ما نزلش، مشاريع خربانة، مشاريع الصينيين مصريين، تعادل المدير العام بصرف مستحقات الموظفين كامل وتغيير الفاسدين وتوظيف الأجر اليومي ولم ينفذ أي شيء من هذه الأشياء. مشاهد المجاري الطافحة في معظم أحياء مدينة الحديدة مشهد يكشف عن تدهور مريع لخدمات الصرف الصحي، مما يتطلب من الجهات المعنية إيقاف مسلسل انهيار خدمات الصرف الصحي قبل وقوع كارثة بيئية. عبد الحفيظ الحطامي، قناة سهيل، مدينة الحديدة.